خلينا في الفيديو ده نتكلم حوالين كوميكس اول ستار سوبرمان. وانا عارف ان انا اتكلمت حوالين الكوميكس ده قبل كده هنا على القناه، ولكن للاسف هي ما كانتش افضل حاجه، وهي ما كانتش اصلا عجباني انا شخصيا بالطريقه اللي كنت بتكلم بيها، لانها من الاخر كده كانت طريقه ممله شويه وكان فيها هري كتير. بس في الفيديو ده خلينا نلخص ليك الموضوع واقول لك على اهم الحاجات اللي حصلت معانا في الكوميكس دي. الكوميكس دي هي المفروض 12 عدد، كل عدد منها احسن من التاني بصراحه. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده على قناه دي سي ان الكوميكس دي هي مقتبس منها وبشده في فيلم سوبرمان القادم اللي من اخراج جيمس جان. طيب بكل بساطه كده العدد الاول معانا بيبدا باسلوب سينمائي جدا. في اول 4 صفحات بس الكاتب بيلخص اصل سوبرمان بالكامل بجمل بسيطه، والجمل دي زي مثلا صبي من كوكب يحتضر، تبناه مزارعون طيبون، اكتشف قواه الخارقه، كرس حياته للخير. ودي كانت طريقة عبقرية جدا من الكاتب لتوفير مساحة للقصة نفسها من غير ما يكرر أصول الشخصية المعروفة دايما. ولو جيت تسألني وتقولي طب مين هو الكاتب بتاع الكوميكس، خليني أقول لك إن ده جاراند ميرسون، ومش محتاج إن أنا أتكلم عليه كتير لأنه أكيد طبعا معروف أو الاسم مألوف بالنسبة لك. طيب هنا الحدث الرئيسي، سوبرمان بيروح لمهمة لإنقاذ بعثة فضائية بتشتغل قريب جدا من الشمس، ولكن بيتضح ان ده اصلا كان فخ من ليكس لوثر. سوبرمان بيقرب جدا من الشمس وبيتعرض لجرعة زائدة من الاشعاع الشمسي، وده بيخلي قدراته تزيد بشكل كبير جدا، لكنه بيكتشف ان جسمه بدأ ينهار من جوه بسبب الطاقة الزايدة، وبكده نقدر نقول ان سوبرمان بيموت ولكن ببطء. فالنقطة العاطفية هنا في العدد الأول لما سوبرمان بيرجع الأرض وبيبص لحياته بشكل مختلف، بيبدأ يفكر في إزاي يستخدم الوقت اللي باقي ليه بشكل مفيد. وفي نهاية العدد ده بنشوفه بيجهز مفاجأة للويس لين، عاوز يقول ليها الحقيقة ويقضي معاها وقت وهو في كامل قوته. فمن الآخر كده بنعرف من العدد ده إن ده مش مجرد سوبرمان القوي، نقدر نقول عليه إن ده سوبرمان الإنساني اللي بيواجه الموت. اما بالنسبه للعدد الثاني بيبدا بعد ما سوبرمان قال للويس لين ان هو نفسه كلارك كانت، ولكنها مش مصدقه وبتفتكر ان دي خدعه. سوبرمان هنا عامل لها مفاجاه كبيره بياخدها لقلعه العزله، وده علشان خاطر تعيش معاه يوم كامل، خصوصا بعد ما عرف انه مش فاضل له وقت طويل في الحياه. فاهم الاحداث في العدد ده ان لويس لين بتتجول في القلعه، والقلعه مليانه اشياء غريبه ومذهله، ابواب تفتح بصوت سوبرمان فقط، حديقة بزواحف من كواكب تانية، نسخ من سوبرمان صغيرة جدا، تكنولوجيا من المستقبل والماضي، وكمان قلم بيكتب أفكارك من غير حتى ما تلمسه. فهنا بقى لويس لين بيكون عندها شك كبير، مش بتكون مصدقة وبتشك في إنه بيخفي عنها حاجة كبيرة. بتدخل غرفة ممنوع الدخول ليها، غرفة الأسرار، وبتخاف إنه ممكن يقتلها أو حتى يسيطر عليها أو يعمل عليها تجارب. ولكن الشك ده كله بيروح في نهاية العدد لما بيقدم ليها هدية غير متوقعة، والهدية دي بتكون سيرم بيدي الإنسان قدرات سوبرمان لمدة 24 ساعة فقط، هو عاوزها تعيش معاه يوم كامل كسوبر وومن. فالرسالة اللي اتقدمت معانا في العدد الثاني الثقة بين لويس لين وسوبرمان، شعور الإنسان بالضعف أمام القوة المطلقة، فكرة الوقت المحدود، وخوف سوبرمان من إنه يسيب العالم والناس اللي بيحبهم. أما بالنسبة للعدد الثالث ده بيبدأ بيوم مميز جدا، لويس لين بتعيش يوم كامل عندها قدرات سوبرمان بعد ما أخدت السيرم اللي سوبرمان اداهولها. بقت هنا عندها كل قواه لمدة 24 ساعة، وسوبرمان بيقضي معاها اليوم ده كهدية لأنه حاسس إن وقته في الحياة قرب يخلص. وهنا بقى أهم الأحداث، سوبر لويس بتبدأ تجرب قدراتها الجديدة، بتطير، بتحمل صواريخ، وبتحس بالمسؤولية اللي سوبرمان بيحس بيها دايما. بنشوف كمان إن في عدو جديد بيظهر معانا. أثناء اليوم ده بيظهر شرير من الشمس يسمى سامسون مع صديقه أطلس، وبيحاولوا يلفتوا انتباه لويس لين وبيدخلوا في منافسة على قلبها. بيبتدوا يدخلوا على سوبرمان وبيتحدوه في اختبارات قوة وذكاء، لكنه طبعا بيتفوق عليهم، وفي النهاية سوبرمان بيقدر فعلا ان هو يفوز عليهم، وبيقضي اليوم بالكامل مع لويس لين وبيكسب قلبها علشان خاطر نشوف لحظة رومانسية ما بينه وما بين لويس لين، ولكن هنا على القمر، ودي بتكون لحظة شاعرية وساحرة. فرسائل العدد ده نظرة إنسانية للحب والمشاركة حتى في أقوى اللحظات. لويس رغم إن هي عندها القوة بتكتشف إن حياة سوبرمان مش سهلة، في الخلفية بنحس إن سوبرمان بيحاول يعيش كل لحظة حلوة قبل ما يموت. بالنسبة للعدد اللي بعده ده بيركز على شخصية جيم أولسون، المصور وصديق سوبرمان اللي بيشتغل في الديلي بلانيت، وبنشوفه في مغامرة غريبة ومليانة أكشن وتحولات. جيمي بيشتغل يوم في مشروع حكومي سري يسمى بروجكت كادموس. المكان ده معروف في عالم دي سي بتجاربه الجينية والمخلوقات الغريبة، بيتم استدعائه علشان خاطر يكون رئيس المشروع ليوم واحد، وده شيء بيحصل كل فترة كنوع من التجديد. خلال وجوده هناك بيكتشف ان ليكس لوثر اتحبس في نفس المكان، والمفاجأة سوبرمان بيتحول لنسخة شريرة من نفسه بسبب تجربة اتعرض ليها هناك، وبيفقد السيطرة تماما.
تماما. جيمي بيضطر ان هو يتصرف بسرعه، بيلبس بدله تجريبيه بتديه قوه ضخمه لمده قصيره جدا، وبيواجه سوبرمان بنفسه في معركه عنيفه. وفي النهايه جيمي بينجح فعلا في تهدئه سوبرمان، وبيقدر ان هو يفوقه من الحاله دي قبل ما الامور تخرج عن السيطره. ونقدر نقول ان جيمي اولسون في العدد ده فعلا بيتحول لشخصيه دومزداي، لان ما كانش في قدامهم اي حل تاني غير انهم فعلا يعملوا كده. وعن طريق العدد ده بنعرف كده ان شخصيه جيمي اولسون مش مجرد شخصيه ثانويه، هو بطل قادر ياخد قرارات صعبه. بيوضح قد ايه سوبرمان خطر لو فقد السيطره، وبيبين اهميه ان يكون حواليه ناس بيفهموه. اللعبه على فكره لو الشر يسيطر على الخير حتى لو للحظه. والعدد ده هو فعلا مختلف شويه، كانه حلقه جانبيه بتركز على دعم الشخصيات اللي حوالين سوبرمان، لكنه في نفس الوقت بيوسع عالم السلسله وبيديك احساس ان كل الشخصيات ليها دور مهم. اما بالنسبه للعدد رقم 5، العدد ده بيكون بالكامل تقريبا من وجهه نظر ليكس لوثر، واللي اتقبض عليه واتسجن في سجن، وهو واحد من اكتر السجون تشديدا في العالم. ليكس لوثر بيتم اجرام مقابله صحفيه معاه من صحفي يسمى كلارك كانت، وهو طبعا سوبرمان متخفي وبيحاول يقرب من ليكس لوثر ويعرف تفكيره. ليكس لوثر مش عارف ان اللي قدامه ده هو سوبرمان، ويبدا يتكلم بثقه وغرور عن خطته. بيقول ان اكتشف ان سوبرمان بيموت وانه مش ندمان، بالعكس شايف ان ده انتصار للبشريه. بيكشف كمان عن الفلسفه بتاعته الغريبه، شايف ان وجود سوبرمان بيقلل من قيمه الانسان لانه رمز للكمال، وبالتالي الناس بتتكل عليه. وفي وسط المقابله بيحصل تمرد في السجن، سجين يسمى باراسايت بيخرج عن السيطره وبيبدا يمتص الطاقه من كل اللي حواليه، وده بيهدد بتدمير المكان بالكامل. كلارك سوبرمان بيحاول يسيطر على الوضع من غير ما يكشف هويته، وبيساعد بالفعل في انقاذ الجميع حتى وهو متظاهر بالضعف. ليكس لوثر في الاخر بيسيب كل ده وبيكمل كلامه عن ازاي ان الانسان هو الاحق بالسياده على الكوكب، مش كائن فضائي زي سوبرمان. فالعدد ده كان بيغوص اكتر في عقل ليكس لوثر، شايف نفسه عبقري ضحيه ومنقذ للبشريه، لكنه في الحقيقه مليان غرور وحقد. بنشوف تلميح لقد ايه كلارك بيتألم صحيا، لكنه لسه مصر على فعل الخير حتى وهو في أسوأ حالاته. مقارنة رهيبة بين سوبرمان التضحية، الهدوء، التواضع، وليكس لوثر المغرور وكمان اللي عنده الأنانية وهم السيطرة. فالعدد ده كان عميق جدا، بيركز على الفلسفة اللي ورا العداوة بين سوبرمان وليكس لوثر، وبيقدم منظور جديد لشخصية كلاسيكية. اما بالنسبه للعدد 6، العدد ده بيبدا بحلم غريب عند سوبرمان، او ممكن نقول عليه هلوسه بسبب حالته الصحيه اللي بتتدهور. بنشوفه في عالم شبه سريالي وهو بيتذكر وفاه والده جوناثان كانت، وبنرجع بالزمن لفتره مؤثره جدا في حياته. اهم الاحداث بنشوف فلاش باك للوقت اللي كان فيه كلارك كانت مراهق ولسه بيكتشف قوته، وعاش وقتها لحظات عاديه جدا في مزرعه عيلته في سمولفيل. بيظهر في العدد 3 زوار غامضين من المستقبل، بيقولوا ان هم يعتبر سوبرمان ولكن من المستقبل، وبييجوا يحذروا كلارك كانت من خطر كبير جاي. وفي وسط كل ده بيجيله خبر مؤلم جدا، ابوه اللي بالتبني جوناثان كانت عنده ازمه قلبيه. كلارك بيحاول يوصل له باقصى سرعته، لكن للاسف بيوصل متاخر وبيشوفه وهو بيموت بين ايدين مارسا كانت. بنشوف مشهد مؤثر جدا وهو واقف على التل قدام بيتهم حزين جدا، وبيقول كل قوتي ومع ذلك ما قدرتش ان انا انقذ والدي. ففكرة ان حتى الشخص الاقوى في العالم ما يقدرش ينقذ اللي بيحبهم من كل شيء خصوصا من الموت، دي رسالة واضحة في العدد ده. بيبين قد ايه جوناثان كانت كان تأثيره كبير جدا على شخصية سوبرمان، علمه القيم، التواضع، والمعنى الحقيقي للبطولة. السرد بيجمع بين الحنين، الحزن، والقبول، وكأن سوبرمان بيبدأ يتصالح مع فكرة الفقد والموت. فالعدد ده شاعري جدا، إنساني ومؤثر برضه، وبيركز على الجانب الهادئ من سوبرمان، مش البطل اللي بيطير ويضرب، لكن الشخص اللي بيحب وبيفقد وبيتعلم. بعد كده بنوصل للعدد رقم 7. العدد ده بيبدأ بمشكلة جديدة وغريبة جدا. كوكب الأرض بيتعرض لهجوم من عالم غريب مليان نسخ مشوهة من البشر، بما فيهم نسخ مشوهة من سوبرمان نفسه. المشكلة ده عالم بيزارو. فأهم أحداث العدد ده كوكب بيزارو بيظهر فجأة فوق الأرض، وبيبدأ يرسل مخلوقات بيزارو لتحتل الأرض. دول مخلوقات عندهم كل حاجة بالعكس، الخير هو الشر، الصح هو الغلط، الفوضى هي النظام. من وسط الهجوم ده بيتم سحب سوبرمان بشكل غامض لعالم بيزارو وبيحتجز هناك. وهنا بنشوف أغرب جانب من السلسلة، عالم بيزارو بيتكلم بطريقة غريبة، كل حاجة بالمقلوب، وسوبرمان مش قادر يتفاهم معاهم بسهولة. في وسط ده كله بيقابل نسخة غريبة منه تسمى زيبارو، اللي هو العكس من بيزارو. يعني هو ذكي، شاعر، وحاسس بالوحدة لأنه مش زيه زي باقي العالم. زيبارو بيبقى شخصية تراجيدية جدا، محبوس وسط عالم غريب، مش قادر يتفاهم مع حد، وبنحس انه نوعا ما بيعكس وحدة سوبرمان نفسه، الكائن الوحيد من كوكبه اللي دايما حاسس انه مش زينا.
في نهاية العدد ده سوبرمان بيبدأ يخطط للهروب من عالم بيزارو، لكن بيكتشف إن الوقت في العالم ده مختلف وحالته الصحية بتسوء، وكل لحظة هناك بتقربه من الموت بشكل أكبر. فالرسالة اللي اتقدمت معانا من العدد ده بيعكس عالم بيزارو فكرة الهوية، إزاي إنك تكون محبوس في مكان مش بتفهمه أو الناس فيه مش فاهمينك. سوبرمان في وضع هو مش متعود عليه، مش فاهم، مش محبوب، ومش قادر يستخدم قوته زي ما هو متعود. شخصية زيبارو تعتبر مرآة حزينة لسوبرمان، وده بيخلي العدد مليان فلسفة وتأميلات. في العدد ده بقى بنكمل على العدد اللي فات بشكل مباشر، وبيحكي عن محاولة سوبرمان للهروب من عالم بيزارو، وفي نفس الوقت بيستعرض عمق العلاقة بينه وبين زيبارو، النسخة العاقلة الوحيدة في عالم كله مجنون. في أحداث العدد ده سوبرمان محبوس في عالم بيزارو اللي مليان فوضى وقوانين فيزيائية مختلفة عن العالم بتاعنا. قوته بتبدأ تضعف لأن الشمس هناك مش صفرة ومش بتديه الطاقة اللي محتاجها. زيبارو بيحاول يساعده وبيشرح ليه قد إيه هو مختلف عن باقي كائنات العالم ده. بيحس بالوحدة ومش لاقي لنفسه مكان، بيوصف نفسه إنه شاعر ومثقف وبيعاني في وسط عالم مش فاهمه. سوبرمان بيبدأ يبني صاروخ بدائي من الخردة اللي لقاها في الكوكب ده بمساعدة زيبارو. في لحظة عاطفية جدا زيبارو بيقول إنه كان نفسه يهرب معاه، لكنه قرر يضحي بنفسه علشان خاطر يساعد سوبرمان يهرب، لأنه شايف إن سوبرمان أمل حقيقي. سوبرمان بيودع زيبارو وبيوعده إنه مش هينساه أبدا، وفي آخر لحظة قبل ما يفقد طاقته تماما بينجح في الهروب من عالم بيزارو وبيرجع مرة تانية للأرض. فبيتقدم معانا رسالة قوية جدا في العدد ده. زيبارو هو مرآة فلسفية لسوبرمان، اتنين أقوياء من نوعهم عايشين وسط عالم مش زيهم، وبيحاولوا يخلوا العالم أفضل رغم معاناتهم. العدد ده بيدور حوالين التضحية، الأمل والانتماء. ففي رسالة مهمة، حتى في عالم مجنون وعبثي ممكن تلاقي شخص عاقل ومليان مشاعر بس بيعيش في صمت. في النهاية زي ما قلت لك سوبرمان بيرجع للأرض لكنه مرهق جدا، وبدأ يظهر عليه علامات الضعف بوضوح أكتر، وساعات موته بتقرب. في العدد ده بقى سوبرمان بعد ما بيرجع كوكب الأرض بيلاقي إن الكوكب متغير شوية، وبيكتشف إن في 2 من سكان كريبتون، أو على الأقل بيقولوا كده، باريل وكمان ليلو. الاتنين دول كانوا جزء من مهمة فضائية قديمة لكوكب كريبتون، وفضلوا تايهين في الفضاء لحد ما وصلوا الأرض. وبيحصل بقى كالآتي: الاتنين دول بيوصلوا للأرض وبياخدوا الطاقة بتاعتهم من الشمس، وبيتسبب ده في إن هما بياخدوا نفس قوة سوبرمان تقريبا، لكن بدل ما يكونوا أبطال زيه بيكونوا متعجرفين ومغرورين جدا، وبيشوفوا البشر كأنهم أقل منهم بكتير. بيقولوا إن هم عاوزين يعيدوا بناء كريبتون على أنقاض الأرض ويبدأوا فعلا في السيطرة على الأمور. سوبرمان بيحاول يتكلم معاهم بالحكمة، ولكن بيلاقوا ده ضعف وبيقللوا منه. مع مرور الوقت الاتنين دول بيبدأوا فعلا إن هم ينهاروا صحيا وبيظهر عليهم أعراض غريبة، والسبب هنا إن هم تعرضوا لإشعاع الكريبتون الملوث أثناء رحلتهم، وده بدأ يدمر الخلايا بتاعتهم. سوبرمان بدل ما يسيبهم يموتوا رغم إن هم كانوا بيهددوا كوكب الأرض بينقذهم ويحطهم في منطقة الشبح، وده لفترة مؤقتة لحد ما يقدر يلاقي علاج ليهم. آخر مشهد بيكونوا هما بيشوفوا جمال الأرض من منطقة الشبح، وبيعترفوا إن سوبرمان كان على حق وإنه فعلا كريبتوني حقيقي بروح نبيلة. الرسائل اللي اتقدمت معانا من العدد ده مقارنة رهيبة جدا بين سوبرمان اللي عاش وسط البشر واختار يكون واحد منهم ويحبهم، والاتنين اللي شايفين البشر أقل منهم وعاوزين يفرضوا سيطرتهم. قوة سوبرمان مش في عضلاته لكن في أخلاقه ورحمته، حتى لما أعدائه بيقعوا بينقذهم. طيب في العدد اللي بعده سوبرمان خلاص عارف ان وقته في الحياة بيعدي بسرعة بسبب التغير اللي حصل في خلاياه بعد ما تعرض لكمية ضخمة من أشعة الشمس. في العدد ده بنشوفه بيقضي وقته الأخير في فعل الخير بأقصى طاقته، وبيحاول يسيب العالم في أفضل حال قبل ما يموت. فنقدر نقول ان اهم الاحداث في العدد ده ان سوبرمان بيحاول يصنع خليفة ليه، بيستخدم حمض النووي علشان خاطر يصنع نسخة جديدة من سوبرمان، نسخة متطورة جينيا بحيث تقدر تحل مكانه بعد موته. كمان في العدد ده بنشوف ان سوبرمان بيعرفك ان هو انساني بشكل كبير جدا، لما بنشوف ان كل فترة بياخد الاطفال علشان خاطر يفسحهم، الاطفال اللي عندهم امراض زي مثلا ما شفناهم كده ان هو بياخدهم في اهرامات الجيزة وبيرجعهم مرة تانية للمستشفى. كمان بنشوف ان هو بيساعد علماء الارض على تجاوز مشاكل ضخمة، بيكتب مجموعة ضخمة من الاكتشافات العلمية في كتاب يسمى مفكرة سوبرمان وبيسلمها للدكتور جوانتم. المفكرة دي فيها حلول لأكبر مشاكل العالم، ودي طريقته في ضمان إن العلم يستمر بعده. في العدد ده كمان في مشهد الفتاة اللي بتحاول تنتحر، ودي أشهر لحظة. بنت تسمى ريغان واقفة على طرف سطح في حالة من الانهيار وعلى وشك ترمي نفسها. بيظهر سوبرمان فجأة وبهدوء بيقول: الدكتور اتأخر لكن أنا جيت في الوقت المناسب، أنت مش لوحدك، أنا واحد من الناس بصدقك. العالم ممكن يكون قاسي لكن في دايما سبب يخلينا نكمل. البنت هنا بتنهار وبتحضنه، ده بيكون واحد من أجمل وأعمق المشاهد الإنسانية في تاريخ الكوميكس.
كمان بنشوف ان حالته الصحيه بتسوء جدا، الخلايا بتاعته قربت تدوب تماما من كميه الطاقه الشمسيه اللي فيها، والوقت بيعدي وكل لحظه بقت غاليه. الرساله اتقدمت معانا في العدد ده البطوله الحقيقيه مش بس في انقاذ الكواكب لكن في انقاذ الاشخاص حتى لو شخص واحد فقط. عدد بيسيب رساله، الخير مش بينتهي حتى لو الابطال نفسهم انتهوا. بيركز على فكره ان سوبرمان مش بس بطل خارق لكنه رمز للامل، للعلم، للرحمه. طيب في العدد اللي بعده كده السوبرمان الحالة الصحية بتاعته وصلت للمرحلة النهائية، خلاياه خلاص بتتحلل من الطاقة الزايدة، كل شيء بيقوله أو بيعمله دلوقتي محسوب بدقة علشان ما يضيعش لحظة. ولكن في نفس الوقت ليكس لوثر أخيرا بينجح في خطته، سرق نسخة من حمض سوبرمان النووي، قدر يستخدمه علشان خاطر ياخد قوة سوبرمان لمدة 24 ساعة، بقى عنده نفس القوة، نفس السرعة ونفس كل حاجة، والفرصة أخيرا إنه يثبت إنه أفضل من سوبرمان. أهم الأحداث في العدد ده ليكس لوثر بيهرب من السجن بعد ما أخد القوة، بيستخدمها للهروب من الزنزانة بتاعته. بيبدأ بالفعل في تنفيذ خطة السيطرة على طريقة إن أنا هخلي العالم يمشي صح بطريقتي. سوبرمان بيحاول يصلح الشمس، بيكتشف إن الشمس نفسها بدأت تنهار وده ممكن يهدد الحياة كلها، ومع إنه حالته سيئة جدا بياخد على عاتقه إنه ينقذ الشمس علشان خاطر الأرض تفضل عايشة حتى بعد ما هو يموت. المواجهة الفلسفية بين سوبرمان وليكس لوثر، ليكس بقى قوي زي سوبرمان وبيقول له أنا قدرت أكون زيك بيوم واحد لكن شفت أنا عندي رؤية للعالم أحسن منك. سوبرمان بيرد عليه بهدوء القوة مش كل حاجة، الأهم أنت هتستخدمها في إيه. دي لحظة صدام بين أنانية لوثر وبين إيثار سوبرمان. فبنشوف بعد كده تويست عبقري، البروفيسور كوانتم بيكتشف إن الشمس مش بس بتنهار، في مؤامرة من سولاريس كيان شرير ساعد فيه ليكس لوثر بطريقة غير مباشرة، والتهديد الكوني حقيقي. فرسالة اتقدمت معانا في العدد ده بيحطنا قدام سؤال مهم جدا، لو أخدت نفس قوة سوبرمان هتكون بطل ولا طاغية؟ سوبرمان رغم انه على حافة الموت لسه بيحاول يصلح كل حاجة، ولوثر بعد ما أخد القوة استخدمها لإثبات نفسه مش لمساعدة الغير. في العدد 12 والأخير الشمس خلاص بتموت وده معناه إن الحياة على الأرض كلها في خطر. سوبرمان طالع في مهمة انتحارية بيحاول يصلح الشمس بنفسه حتى لو ده هيكلفه حياته. في الناحية التانية ليكس لوثر مازال عنده قوة سوبرمان لمدة ساعات وعاوز يفرض سيطرته على العالم. فبنشوف المواجهة الأخيرة بين سوبرمان وليكس لوثر، بيحصل صدام مباشر بينهم في متحف سوبرمان قدام مجسد لتاريخه، كأنها معركة حياة أو موت قدام تاريخه نفسه. وهنا بقى نقطة التحول، أثناء القتال ليكس لوثر فجأة بيشوف العالم زي ما سوبرمان بيشوفه، لأن قواه سمحت ليه يحس بالكون بنفس الطريقة، بيشوف الذرات، الأرواح، النباتات الصغيرة للأمل، بيشوف الناس بتتألم وبتحب وبتحاول، وبيوصل للحظة نادرة من الوعي والندم، كنت غلطان، أنت مش مجرد راجل طاير في البدلة، أنت فعلا أعظم مننا. لكنها لحظة قصيرة جدا لأن المصل بتاعه بيخلص وقواه بتتلاشى بسرعة. في النهاية هنا سوبرمان بيودع لويس وبيقول ليها إنه لازم يبقى جوه الشمس، بيطير على قلب الشمس نفسه وبيختفي جواها وبيبذل طاقته بالكامل لإصلاحها من جوه. الناس بتقول إنه مات لكن البروفيسور كوانتم بيقول هو بيشتغل، بيحول نفسه لطاقة خالصة وبيصلح الشمس من جواها، هي دي مهمته الجديدة. وده بقى اللي وصلنا للنهاية لما نشوف دكتور كوانتم بيشتغل على مشروع يسمى سوبرمان 2، خليفة جديد بيتم تصنيعه من جينات كلارك. لويس بتبص للسما ولسه بتحب كلارك رغم غيابه ولسه بتصدق انه هيرجع، واخر كلمات الكوميكس بتقول سوبرمان هيرجع. فالرسالة هنا البطولة مش بس في القوة لكن في الاختيار. سوبرمان اختار دايما يضحي، يساعد، يحب ويؤمن بالبشر، هو مش بس بطل خارق، هو رمز دايما للأمل. ودي كانت نهاية قصة أول ستار سوبرمان. حرفيا القصة دي كانت تحفة فنية بجد.